ما فيهاش حاجه لو كل واحد خد حقه والميزان يبقى واحد. الميزان لو واحد الدنيا تبقى تمام، هيبقى عندنا كوره حلوه وكوره قويه جدا وكوره متطوره. لكن طول ما الميزان مش واحد الدنيا تبقى مش حلوه. مفيش مشكله لما واحد يبقى وحش ياخد حقه، مش عيب. انا راجل وحش جدا بس حقي ليا حق اخده. النهارده في مباراه الزمالك الكابتن نادر قمر الدوله ذبح الزمالك. يعني لعيبه الزمالك ذبحت نفسها بنفسها في الملعب، لكن الحكم زود داس بزياده. تغاضى عن انذار لزيزو واضح جدا، كان المفروض زيزو ياخد انذار ويغيب عن ماتش الاهلي، هو ما اداش انذار. لكن في ما يقرب من 3 ضربات جزاء للزمالك، لا هو ولا حكم الفار، رغم ان رؤيته واقف في زاويه بسم الله ما شاء الله بيقف في كادرات مظبوطه جدا، ولا حتى حكم الفار تعب نفسه انه يبص. انا قلت ده في فيديو المباراه، بس تعالى اوريكم كده تعالى نشوف كوره الجزيري دي كده بفيديو مع بعض واحده واحده، وهوريكم فيديو تاني هتستغربوا جدا. بص يا سيدي، بص الجزيري لف وعدى والراجل دايس على رجله، ما فيهاش جدال ولا خلاف ولا اي حاجه. كوره ضربه جزاء واضحه وصريحه، لو هو ما شافهاش حكم الفيديو هيبعت له ضربه جزاء. ضربه جزاء صريحه. الجمهور جايب او بعض الناس جايبين صوره للونش في اول الماتش، الكوره جات له اتلخبطت تحت رجله وبيشوط الكوره اتلعبت، الراجل خبط في رجل، يعني خبطوا في رجل بعض. الناس تقول لك اصل دي ضربه جزاء، تخيل يعني بيقارنوها بدي مثلا، بيقول لك ضربه جزاء. واي كلام بقى، اي كلام، اي حاجه، يلا نجيب صور ونقول دي ضربه جزاء. مفيش الراجل يرجع للفار ضربه جزاء واضحه وصريحه. تعالوا اوريكم حاجه ثانيه كده بكل سهوله وبكل بساطه. بص كده الكوره دي امام عاشور خبط رجلين الاثنين في بعض ووقع بالراحه واحده واحده. الراجل دخل خبط رجلين الاثنين في بعض وقع، الحكم ما حسبهاش. بتاع الفيديو قال له لا تعالى بسرعه، تعالى بسرعه، دي فيها ضربه جزاء. رجع الراجل ما كلفش خاطره، بص فيها، شاف الراجل خبط في احتكاك، في احتكاك، رجل اليمين خبط في رجل الشمال، حسب ضربه جزاء على طول بدون نقاش. يعني شفت بتاعت الجزيري، شوف ودي، واحكم انت. انت مش تحكم، انت تقول اي حاجه تاني، هتتكلم في حاجه تاني قديمه، هتتكلم في حاجه تاني جديده، هتتكلم ما انت سنه 5 ومش عارف وكام، فاهمني؟ مش تتكلم في حاجه تقول لك لا مفيش اي حاجه، اصل انت مدلس، مش عارف مدلس عربي ولا مدلس انجليزي. ف حاجه غريبه، يعني حاجه غريبه. اتمنى ان الكوره في مصر يبقى الميزان واحد، لكن للاسف ده مش هيحصل، وما حصلش، وما اعتقدش انه هيحصل في المستقبل برضه، لان هي طول عمرها ماشيه كده للاسف. ف شجع وانت ساكت، اتفرج وخلاص. شجع فرقتك، بتحب فرقتك اتفرج عليها، شجعها وخلاص. فديك منتمي الفريق، يكسب بتفرح، يخسر بتزعل، ومعلش شويه الدنيا بتمشي. وهي دي الكوره، لان الميزان عمره ما هيكون واحد. فاحنا بنحب الزمالك شبهنا، حاله من حالنا يعني، فخلاص احنا راضيين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.